اهلا بيكم في مطبخنا، مطبخ ده في البيت. قلت لك قبل كده عندك طماطم، عندك كنز في البيت. المره اللي فاتت جبنا الطماطم وعملنا توفير، عملناها صلصه وشلت منها جزء للكاتشب. بتاعت الكاتشب سلقت معاها بصل وتوم يدي نكهات كده تمام. طب عندي صلصه وما عملتهاش بالبصل والتوم، ما عملتهاش، عندك توم باودر وبصل باودر تحطه لها يدي اجمل نكهات. طبعا انا بضيف لها ملح، بحط لها بابريكا عشان تديها لون احمر شويه، حاطه نقطه شطه، بس اللي عاوز يزود شطه يزود شطه معانا. هنحط الحاجات كده، ملح، بابريكا، توم باودر، بصل باودر بالنسبه اللي هو مش عامل نكهات. وممكن برضو تجيبي الطماطم وتسلقيها وتضيفي عليها اللي انت عايزاه. دي بقى طريقه طريقه توفير، ومش بس توفير، كمان عشان صحه الاولاد. لا فيها مواد حافظه ولا فيها اي حاجه. حطينا ملحنا، حطينا البابريكا تدي لون شويه، وزودي زي ما انت عايزه تحطي شطه حطي، مش عايزين تحطوا ما تحطوش. واهم مكون عندنا برضو في الكاتشب هو الخل اهو معانا. انا جربت طرق كتير، كلنا بنجرب من بعض، ما اتخلقناش عارفين كل حاجه. شفت وصفات ياما على النت لغايه ما وصلت للوصفه دي، وهقول لكم بقى هنعمل ايه. ده السكر اللي بيتحط للكاتشب، سكر تموين عادي، هو كان عندي سكر تموين عادي، سكر ابيض ماشي، سكر تموين. ما عندكيش وعندك عسل جلوكوز ماشي، لا هنعمله بنشا ولا هنعمله بحاجه. وهخلص تقليبها كده بالخل والملح بتاعها والثوم البودر والبصل البودر وارجع لكم تاني. جبنا الطاسه بتاعتنا على النار عشان نستعد لعمل الكاتشب. هنعمل ايه؟ هنجيب السكر بتاعنا، وده سكر تموين عادي اهو، سكر ابيض، سكر تموين، اي سكر عندك. وهنبتدي نكرمله. الكرمله دي بقى اللي بتعمله زي كاتشب المطاعم. طبعا دي انا شفتها على النت من صفحه من صفحات الكبار، كذا صفحه عملتها، قلت اجربها، لقيت النتيجه دي احلى ما بعمله كمان بنشا. غير ان انا عامله له تركه كده، دي بتاعتي انا، هتجربوها معايا ومش هتزعلكم. كده نبتدي نكرمل السكر، هنخليه خالص لما يكرمل معانا. وادي السكر اهو بيتكرمل معانا، شوفوا ساح خالص اهو. تسيبوه كده لما يتكرمل خالص كده ويسيح، كمان هيديلها لون جميل. يتكرمل معانا اهو خلاص. نجيب الكاتشب بتاعنا، الطماطم اللي احنا بقى منكهينها كلها ونحطها عليه. هي خفيفه شويه، هنسيبوها بقى تغلي. الله على الريحه اللي طالعه، اصلا ريحه البصل والثوم والحاجات دي عامله ريحه جميله فيها. شوف مسكت ازاي اهي، مش عامله ازاي كراميل حبه، وهتسيح ده كلته، هتبقى صلصه سايحه. بس تجيب معانا على النار، هسيبها تغلي خالص، والكراميل ده يفك ويغلي ويسيح معانا كله خالص، وتتقل شويه اهو. بصوا الكرمله فكت كلها معايا، كانت لازقه خالص، واحده واحده اما الحراره بتعلى عليها، ده كراميل سكر بيسيح. ساحت اهي، وبدا الطماطم معايا تتقل اهي. لو شميني الريحه اللي احنا شميناها هنا، عايزين تجيبوا سندوتش ويلا، بطاطس محمره بشيبسي باي حاجه، ان شاء الله بجبنه، ريحتها جميله جميله. شوشو بتقول لي شم ريحه الكفته وعايزه اعمل سندوتش كفته بالكاتشب. طبعا دي ريحه النكهات اللي فيها جميله كده، صحيه، ما عملناش حاجه من بره، ما ضفناش اي اضافات. لكن لو تحبوا تدوها نكهه تانية اعلى، لو عندكم مستردة او مايونيز من بره، ممكن نقطه صغيره عليها وانت بتطفي النار. ليه بقى؟ بتدي المستردة اللي بره فيها ريحه الخردل والحاجات دي، فبتدي لك الريحه اللي زي بره. لكن لو صحيه من غير اي حاجه من بره كده احسن، والاولاد بيحبوها، وطعمها جميله جدا جدا ومتوازنه. ملحها مظبوط، كلها مظبوطه، سكرها مظبوط. لو ما فيش مش عايزه عندك عسل جلوكوز، احط بدل السكر يسيح كده واحط عليه الطماطم، يعمل زي المصانع بالظبط. احنا بنكرمله عشان نعمله زي عسل الجلوكوز. هسيبها دقايق واحط لكم المكون اللي انا بقول لكم عليه، اللي بحب اضيفه، ده المكون بتاعي انا بقى، عشان يعمل لها كمضه حافظه تقدر تعيش معايا في الثلاجه اسبوع او اكتر شويه. بس انا بعمل على القد، طبعا اولادي لما بيلاقوها ما بيستنوش. دي تنفعك بقى في المدارس، جايين جعانين وما لهمش نفس او بيذاكروا، اعمل لهم اي سندوتش فيه كاتشب. والله ولادي بيحطوها على الجبنه بالطعم، على شيبسي محمره، شويه بطاطس
جميل. بتاكلوا مع بعض كده يوم الاجازه وعاملين اكله حلوه، فراخ مشويه، حاجات من دي، هتحطيها في الاطباق بقى الصغننه او في ازازه من بتوع الكاتشب القديمه، بيفرحوا بيها ولذيذه جدا. دلوقتي بقى هنضيف لها ايه؟ المكون بتاعنا. بصوا المكون بتاعنا اهو، عباره عن ايه؟ حاجه بسيطه خالص على سن المعلقه اهي، ملح ليمون، زي ما بعمله للمربات كمان بحطه هنا معايا، بحس ان هو ماده حافظه ملح الليمون ده يعيشها معايا. بس لما تيجي تاخدي منها من العلبه او من اي حاجه ما تحاولوش تاخدوا منها بمعلقه متعاصه او مبلوله عشان ما تبوظ لكمش الكاتشب. ايه رايكم في التقل؟ ولسه هيتقل كمان في التلاجة اهو. شايفين التقل معانا؟ كاتشب ولا مش كاتشب؟ كاتشب ده ولا مش كاتشب؟ اهو كاتشب. لو عجبكم الطريقه وسهله جدا ما فيهاش اي حاجه وبسيطه ومن البيت وصحيه لاولادنا، وحبيتوا اعمل معاكم المايونيز كمان البيتي بطريقه سهله وبسيطه، او اعمل معاكم كمان التوميه، انا مستعده. اكتبوا لي في التعليقات، ويا ريت يا ريت يا ريت تعلقوا لاختكم عشان يوصلكم كل جديد، واللي ما اشتركش في القناه يشترك معانا. ويلا بينا بقى نعبيه في العلبه بتاعته. وادي كاتشبنا، شوفوا تقلوا جميل ازاي، ولا حطينا نشا ولا حطينا اي حاجه، طماطم والنكهات من البيت، البهارات بتاعتنا وخلاص. شوفوا الجمال. وعلى اي علبه تلاجة وايه ونحط اهو في علبه التلاجة بتاعتنا. اول ما بنحط ملح الليمون بنطفي عليه على طول، وشعره بسيطه ما تكتريش عشان ما يمزش معاكي ومع الاولاد. المعلقه الجميله بتاعتنا اللحاسه دي بتفضي كل حاجه، ما بتخليش حاجه، بتغسلها لنا. كله خساره وتوفير وحاجه صحيه ومن بيتنا والاولاد بيحبوها. شفتوا الشكل؟ شفتوا تقلوا؟ كريم شانتيه يا اولاد، كريم شانتيه. ايه الجمال ده؟ صلوا على النبي كده، صلوا على النبي يا اولاد. الف صلاه عليك يا نبي. ايه الحلاوه دي؟ ولو وصلتوا تاني لهنا معانا يا ريت تعليق لاختكم. ولو حبيتوا نعمل المايونيز والتوميه اكتبوا لنا بطريقه سهله وبسيطه ومن البيت. ومع السلامه.